دي هي أكتر حلقة مرعبة في كرتون كلارنس. الحلقة بتبدأ وجيف جايب لعبة جديدة وعايز يوريها لصحابه، وبعد كده بيوصل للمدرسة وبيقول أخيرا هوري اللعبة دي لكلارنس ولكل صحابي، أكيد هتعجبهم. ولما بيوصل بيشوف المنظر ده، بيكون كل صحابه متجمعين في مكان واحد، وبعد كده بيروح يشوف فيه ايه، بيلاقي لعبة شبه لعبته بالظبط، وهنا بيتضايق جدا. وبعد كده بيكلم كلارنس، وكلارنس بيكون شكله غريب جدا، بيتكلم بيقول له هاي جيف. فجيف بيقول له لعبة مين دي؟ وبيقول له دي لعبة كيلفن. بيقول له ماشي، بس أنا عندي لعبة زيها وأحلى منها. قال له لأ، كيلفن أحسن لأنه عنده طاقية فوق اللعبة، وهنا بيخلي اللعبة بتاعته أفضل من لعبتك. وساعتها جيف بيكون متضايق جدا من اللي شافه، وفجأة بيلاقي نفسه في الفصل، وبعد كده بيبص حواليه بيلاقي لعبة كيلفن. وهنا بيبدأ يفكر بطريقة خبيثة، وهو إن هو يغير الميزة أو يبوظ الميزة اللي موجودة في اللعبة دي، وهي الطاقية. وساعتها بيمسك الطاقية بتاعت اللعبة، تمام، وده كان أسوأ قرار هو أخده. بيقطع الطاقية من هنا، وبعد كده بيبص على الشباك بيلاقي كيلفن بيبص له بطريقة غريبة. وبعد كده هنا جيف بيحاول يعتذر له، بس بعد كده بيبص بيلاقيه كيلفن اختفى. وبعد كده ساعتها جيف بيروح البيت، تمام، وبيكون الوقت متأخر جدا، وبعدها جيف بيصحى وهو مخضوض بالطريقة دي، بيكون مخضوض وقلقان بالمنظر اللي شافه. نظرات كيلفن ليه كانت مرعبة جدا، وهنا بيقرر ان هو ينزل يشرب حاجة عشان تقلل التوتر ده. بعد كده بيفتح التلاجة وبيلاقي قدامه تفاحة ولبن، بعدها بيشرب شوية من اللبن، وبعد كده بيحصل الحاجة دي، بيلاقي إن في قطرة مية نزلت على وشه، وساعتها بيبص لفوق وبيشوف المنظر ده. كيلفن حرفيا بجسم عنكبوت، حاجة في قمة الرعب والقرف، لأن شخصية كيلفن دي أصلا دايما غريبة ومختلفة ومرعبة. وهنا بيحاول يستخبى منه، وبعد كده زي ما انتم شايفين شكله مرعب جدا، كيلفن بجسم عنكبوت. واو. ساعتها جيف بيكون خايف جدا ويروح ناحية أوضته جري، وبعد كده بيبقى مش مصدق اللي هو شايفه ده، بيكون قاعد خايف متوتر، وفجأة بيجي كيلفن من وراه بنفس المنظر ده. وبعدها بنشوف مشهد لجيف وهو محطوط على الأرض، تمام، وبعد كده كيلفن بيبدأ يعمل الحركات دي. حرفيا بيخلي جيف نفس جسم كيلفن. كيلفن دايما بنلاقيه في الكرتون ماشي بنفس الطريقة دي، ان هو تحس ان هو مربع، فهو حرفيا خلى جسم جيف زي جسمه بالظبط. وبعدها بتيجي اللقطة دي، بيكون جيف قاعد في المدرسة وحرفيا مصدوم، وعينه كلها دموع ومش عارف يتحرك، وجسمه زي جسم كيلفن بالظبط، ولا عارف يتحرك ولا عارف يتكلم. وكيلفن بقى طبيعي، حرفيا بدلوا الأجسام مع بعض. وهنا الحلقة بتنتهي. وبس أنا عارف إن الحلقة دي بشعة جدا، عشان كده أنا حطيت تحذير أول الفيديو علشان محدش يجي يقول لي الفيديو سيء أو بشع. أنا عملت تحذير علشان لو أنت ما بتحبش المناظر اللي زي كده أو الفيديوهات اللي زي كده ما تتفرجش على الفيديو. وبس ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وسلام.